الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. موضوع هذا الفيديو مؤلم بالنسبة لي وبالنسبة للكثير من الناس، فأقدم اعتذاري الشديد لكم سلفا، لكن الحقيقة ينبغي أن تقال حتى ولو كانت سما، آه، لأنه يعني كتمان الحقيقة ظلم، ومشاركة في الجريمة. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والساكت عن الجريمة شريك فيها. والموضوع كردي، لكن سأتكلم باللغة العربية ليتحول هذا الفيديو إلى ما يشبه الوثيقة ضد حزب العمال الكردستاني وجرائمه ومسلسل الجرائم التي يقترفها هذا الحزب بحق الشباب الكردي السوري. يورط ويستقطب ويختطف الشباب ثم يؤدلجهم، وبعد اكتشاف الشباب الصدمة وحجم الخديعة يعني يقوم الحزب بتصفيتهم. هذا النموذج، هذا السلوك يتجلى في أبشع صوره في شخصية القائد السابق لقوات الأسايش جوان إبراهيم، قوات الأمن في روجافا. كما رأيتم في مقدمة الفيديو، أنا حاولت أعمل بحث في موقع هوار نيوز، وكالة الأنباء اللي يفترض بأنها الرسمية في روجافا. لم أجد يعني لي أي رابط، أي مادة عن جوان إبراهيم في هذه الوكالة، وعملت يعني فيديو ووثقت الموضوع، حطيت اسم جوان إبراهيم باللغة العربية وباللغة الكردية، فلم أعثر على أي نتائج. دخلت على موقع بيدا، حزب الاتحاد الديمقراطي، اللي يفترض أن جوان إبراهيم كان عضو فيه أو أحد قياديه. أيضا النتائج التي حصلت عليها ووثقتها في الفيديو مواد تعود يعني إلى 2015 2016 أو إلى تلك الفترة، و يعني الأعوام الأخرى، وكأنه هذا الشخص غير موجود أو تبخر أو صار نسيا منسيا. بالعودة إلى يعني البحث، شفت أنه آخر التصريحات له يعني للصحافة الكردية والصحافة العربية تكاد تكون في 2017. في 2018 2019 ما شفت شيء، يعني لم أعثر على أي نتائج. ومن ضمن التصريحات الأخيرة له، يعني أو أكاد أقول ربما يكون التصريح الأخير لجوان إبراهيم، تصريح لشبكة روداو الكردية القسم العربي. منشيت التصريح: مشروع إيران أخطر من داعش، ولا مانع لدينا من دخول بيشمركة روجافا. طبعا هذا بالصورة موثق، وستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. أيضا هنالك نقد شديد لإيران. إيران من هي إيران؟ هي حليفة حزب العمال الكردستاني وداعمة حزب العمال الكردستاني، والتي أشرفت على الصفقة ما بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري. جوان إبراهيم قائد الأسايش يتجرأ وينتقد بشدة على أن إيران أخطر، مشروع الإيران الطائفي الشيعي أخطر من مشروع داعش. وهذا يعني تصريح منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني، وحتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك تصريح أو انتقاد بهذا المستوى للمشروع الإيراني وللسياسات الإيرانية. هذا
بداية الخروج عن السرب أو الخروج عن النسق العام والخطاب العام لحزب العمال الكردستاني. هذا من جهة. من جهة أخرى لا مانع لدينا من دخول بيشمركة روش. بيشمركة روش من هم؟ هم العناصر اللي انشقت عن جيش النظام السوري، وشباب كردي سوري آخر التحقوا بهم وموجودين في كردستان العراق ومدربين وعددهم بالآلاف ومسلحين، وحزب العمال الكردستاني يمنع دخولهم على أساس أنه هؤلاء هم عملاء الأتراك وهم تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ومن هذه القصص. جوان إبراهيم في هذا التصريح يقول لا مانع لدينا في إذن نقطتين أساسيتين، كل واحدة منهما كفيلة وكافية أن يقوم حزب العمال الكردستاني باستدعاء جوان إبراهيم وفتح تحقيق معه. طبعا هل هذه هي النقاط الأساسية اللي يعني بسببها تم استدعاء جوان ولقي يعني مصيره في أماكن ومناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني؟ لا. في هذا الفيديو سأحاول أن أتحدث قليلا عن علاقتي بهذا القيادي. طبعا كتوطئة وتمهيد، أنا تعرفت عليه في 2001 لأنني كنت أعمل ضمن إعلام حزب العمال الكردستاني في مجلة سوربل وفي مجلة روجدا. أذهب إلى بيروت وأعود من دمشق إلى بيروت، والتقيت به هناك. كان يعني غير مكلف بمهام حسب علمي وقت ذاك، لم يكن مكلفا بمهام حزبية، لكن كان مبعث لأنه التحق بحزب العمال الكردستاني أو جرى اختطافه في عام 2000. ويعني حسب رسالة والدته أنه كان يعني سنه وقت ذاك أقل من 18 سنة، يعني كان مراهق طفل وقت في حينه يعني. وتم استبعاده من المناطق، منطقة رأس العين ومناطق الجزيرة وسوريا، وارساله إلى لبنان. التقيت فيه بجوان مرتين ثلاثة في لبنان وقت ذاك، ويعني طفل، يعني مش طفل، يعني شاب نشيط متحمس، يحمل الكاميرا ويصور ويحاول أن يكون يعني متفاعل مع الموجودين. كان موجود لكن لم يكن من الأساسيين، وكان محسوب من كوادر حزب العمال الكردستاني، لكن كادر جديد، كادر غير محترف، غير مكلف بمهام حزبية، ما عنده هاي التجربة، يتعلم شيئا فشيئا. تعرفت عليه هناك وحدثت بعض المشاكل. العناصر الموجودة وقت ذاك في لبنان بيعرفوا شو كان في مشاكل. وقتها كان مسؤول حزب العمال الكردستاني في لبنان مامند روج انفصل عن الحزب، حاليا موجود في فرنسا، من كرد إيران، وكان عضو لجنة مركزية في حزب العمال الكردستاني ومن القيادات المثقفة والمتوازنة والهادئة. ترك حزب العمال الكردستاني. وقتها كان مامند روج مسؤول منظمة لبنان لحزب العمال الكردستاني. المسؤول الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط كان عبد الرحمن شادرجي، موجود حاليا في روجافا، وهو من أكراد تركيا، وهو من الكوادر القدامى اللي انتسبوا لحزب العمال الكردستاني إما في 79 أو في 80. عبد الرحمن شادرجي أيضا التقيت فيه أكثر من مرة في جبال القنديل. كان عبد الرحمن شادرجي المسؤول، بالإضافة إلى عناصر أخرى، يعني كوادر أخرى يعرفون يعني وسيشاهدون هذا الفيديو. حدثت بعض المشاكل، على أثرها تم نقل جوان إبراهيم إلى مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني. طبعا في الأثناء والدة جوان إبراهيم، واسمه في العائلة نوسيجان، تبحث عنه، تسأل حزب العمال الكردستاني، وهو وحيدها. يعني جوان إبراهيم هو الابن الوحيد لهذه السيدة الفاضلة، أتمنى لها الصحة والسلامة، وأنا آسف يعني أعتذر لها
عن هذا الفيديو، لكن ينبغي أن أقول ما لدي يعني. وأشرت أنا أصلا يعني منذ سنة، أكثر من سنتين أعلم يعني وصلني من الجبال مصير جوان إبراهيم، لكن تكتمت حول هذا الموضوع. نشرت مرة على صفحتي على الفيسبوك وأن أطالب بالكشف عن مصير جوان إبراهيم. حذفت المنشور لأنه وصلني أن والدة نوسي جان السيدة أنيسة توبال مريضة وتعاني، وقد يتسبب ذلك يعني إلى زيادة وتدهور حالتها الصحية. حذفت المنشور، لكن فيما بعد أعلنت أنه جرى تصفية جوان إبراهيم. وقت ذاك في تلك الفترة والدته كانت تبحث عنه وتلقى يعني آذان غير صاغية، ما اضطرها إلى نشر نداء استغاثة. ستجدون يعني في نهاية هذا الفيديو شيء موثق، وأيضا رابط النداء، كيف خاطبت أنيسة توبال أمهات الكرد وحذرتهم من حزب العمال الكردستاني، ووصفت سلوك هذا الحزب كيف خطف ابنها، يعني رسالة يعني تنضح حزنا وغضبا، ويعني كل المشاعر الإنسانية التي ممكن أن تصدر عن في هكذا حالة ستجدونها في تلك الرسالة أو النداء اللي أطلقته أنيسة توبال في 2003 على موقع عمودة كوم. بعد إرسال جوان إبراهيم إلى جبال قن، أتى يعني من منطقة لبنان ومن يعني من الجو الإعلامي والحلقة الإعلامية والمؤسسات الإعلامية اللي تابعة لحزب العمال الكردستاني في لبنان. فيعني ووقتها ما كان في قتال، ما كان في معارك. تم يعني فرزه بعد إخضاعه لبعض الدورات التدريبية، تم فرزه جوان إبراهيم وبولاد جان وآخرين، ويعني تم فرزهم في الإعلام المركزي التابع للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني HPG هاباجا هيزن باراستناغل، قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. وفي 2007 يعني و2006 حتى يعني جرى نوع من التواصل، وما زلت أنا محتفظ بالإيميلات المراسلة بيني وبين جوان إبراهيم عندما كان في الجبال، عندما كان مسؤوله الأول باهوس أردال كان القائد العام للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، وجوان إبراهيم كان عنصر في الفريق الإعلامي اللي ينقل أخبار ويترجم أخبار الجناح العسكري إلى اللغة العربية، ويديرون معا يعني ذلك الفريق يدير الموقع الرسمي لهذه القوات باللغة التركية والكردية والعربية وما إلى ذلك. فكان يتواصل معي وينسق، وكان ينسق يعني جوان إبراهيم ينسق العلاقة مع الصحفيين العرب. طبعا أغلب إن لم تكن كل التقارير والمقابلات التي أجراها أحمد الزاويتي في جبال قنديل وبرنامجه أو فيلمه الوثائقي دولة الجبل، كل تلك العملية الإعلامية والتسويق الإعلامي لحزب العمال الكردستاني في قناة الجزيرة وفي قنوات أخرى كان جوان إبراهيم على علاقة قريبة ووطيدة ومنسقة يعني، وخدم الصحفيين العرب كثيرا في هذا الخصوص وقت ذاك في 2006 2007 2008 حتى فترة تواجده هناك. يعني مقابلات مع باهوس أردال، مقابلات خاصة المتعلقة بالجناح العسكري أو حتى بالقيادات الأخرى لحزب العمال الكردستاني، كان لجوان إبراهيم صلة أو تنسيق مباشر في هذا الخصوص. فكان بيتواصل معي لأنه أنا كمان ضمن يعني الوسط الإعلامي وأكتب في صحيفة الحياة. وذهبت إلى جبال قنديل 2007 في صيف 2007 يعني كهذه الأيام أنا كنت هناك
يعني هذه الأيام في 2007 أنا كنت في جبال قنديل، لم ألتقي بجوان وقت ذاك، وأرسل لي رسالة من باهوز ويعني نوع من العتب الشديد أنه لماذا أتى هوشانغ إلى هنا ولم نلتقي وقت ذاك. وأجريت حوار مطول مع باهوس آردال، أرسلت له الأسئلة أونلاين فرد لي طبعا عن طريق جوان، فرد لي الأجوبة أيضا أونلاين، نشرت المقابلة في صحيفة الحياة. وقتها كان حزب العمال الكردستاني خاطف 8 جنود تقريبا أتراك، وبعدين أطلق سراحهم في هذا الخصوص. وقتها كان في تماس مباشر بيني وبين جوان إبراهيم، مش بس في بيروت، عندما استلم مهامه الإعلامية داخل الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني وقت ذاك. لكن بعد 2011 أنا كنت أيضا ضمن الوسط الإعلامي في قناة روج تي في القسم العربي. أيضا حزب العمال الكردستاني أرسل مسلحي وقيادات وعناصر وكوادر إعلامية إلى روجافا يعني القيام بالترتيبات يعني ما اتفق عليه بين النظام السوري وحزب العمال الكردستاني، وأتيت على ذكر ذلك في فيديوهات سابقة. جوان إبراهيم كان من الدفعات الأولى الذين يعني تم إرسالهم للقيام بالعمل الإعلامي، وبالفعل كان هو يعني يستلم، وأيضا أنا يرسل أخبار بحكم أنه أنا في القسم العربي، فيرسلون يرسلون أخبار، هو يرسل أخبار وبيانات وتقارير لكي نعيد تحريرها ونحولها إلى أخبار ونبثها في القسم العربي في قناة روج تي في. كان في نوع من التواصل بيناتنا بهذا الخصوص، كان كتير محترم كتير مهذب في تعامله، يعني لم يتعامل معي وقت ذاك يعني بهالعلو. طبعا صار في بيني وبينه مشاكل في 2007. اتصل بي وطلب مني بعض الأمور، يعني وكأنه يعني تعامل معي وكأنه أنا عنصر عسكري بهذا الخصوص، وسأستجيب لهذه المطالب. رفضت تلك المطالب، ويعني حكيت بنوع من الحزم والشدة والتهديد، حتى أنه إذا تعرض الكتاب اللي ذكر لي أسماء لأي مكروه، أول من سيواجه حزب العمال الكردستاني سأكون أنا. طلب مني بعض الأمور يعني غير المنطقية وغير مقبولة بأمر من الحزب، هو مش اجتهاد شخصي بالنسبة له، فرفضت ذلك. وقت ذاك صار في نوع من الشد، وأنا يعني عصبت عليه شوي وقت ذاك، لكن الأمور عادت إلى مجاريها. ويعني في بداية 2011 والثورة السورية والانتفاضة وكذا، لكن بعد مضي أشهر وتغيير الحزب مساره إلى مناهض للثورة بشكل أو بآخر، وسأنشر فيديوهات موثقة، بيانات صادرة من الحزب وتعميمات صادرة من الحزب بشكل موثقة، يعني بشكل يوثق انحراف أو تغيير حزب العمال الكردستاني مساره من مؤيد للانتفاضات في منطقة الشرق الأوسط إلى مناهض، وهذا موضوع آخر. تركت قناة التلفزيون، قدمت استقالتي احتجاجا على سياسات البث والتحرير، وكان ذلك يعني بعد جريمة اغتيال الشهيد مشعل التمو في أكتوبر 2011. يعني تقريبا انقطعت العلاقة بيناتنا، لكن قطيعة غير معلنة بيني وبين جوان. وبدأت أنتقد الحزب وسياساته وممارسات وسلوكيات حزب العمال الكردستاني داخل روجافا داخل سوريا. راسلني جوان إبراهيم، وما زلت أحتفظ بالرسالة، وسأنشر فيديو خاص برسالة جوان إبراهيم الموجهة لي وردي على تلك الرسالة مطولة، يعني رسالته كانت قصيرة ورسالتي كانت مطولة إلى جوان إبراهيم، سأخصص لها يعني لتلك الرسالة فيديو خاص. جرى التواصل بيناتنا، لكن فيما بعد جوان إبراهيم يعني
أصبح القائد العام للأسايش بعد استلام حزب العمال الكردستاني تماما، أو يعني دخول الاتفاق المبرم ما بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري حيز التنفيذ، استلم منصب قيادة الأسايش أو صار الجنرال جوان إبراهيم. طبعا جوان إبراهيم انتسب لحزب العمال الكردستاني في فترة كانت يعني الصراع المسلح والمعارك متوقفة، وكان دائما في مناطق آمنة، مناطق القيادة العليا للحزب، فعمليا لم يمارس يعني تلك الخطط العسكرية ولكن أيا يكن من الأمر فصار الجنرال جوان إبراهيم. الجنرال جوان إبراهيم بعد استلامه للسلطة العسكرية أو الأمن، يعني واطلاعه على عندما يصل إلى القيادة الكوادر البسيطة ربما يطلعون على بعض التفاصيل الهامشية، لكن عندما يصلون إلى مناصب عليا تتفتح أمامهم أبواب أخرى، يصبحون يعني مطلعين على ملفات خطيرة في هذا الخصوص بحكم المنصب، بحكم الوظيفة. أول تصادم جرى بينه بين جوان إبراهيم كان مع شاهين، كان مع مظلوم عبدي وكذا، يعني حسب المعلومات التي وردتني من روجافا أنه مظلوم عبدي شاهين لم يكن راضيا عن أداء جوان إبراهيم ويريد إزاحته من مكانه لكي يضع ينصب شخصا من أقاربه يدعى بولاد جان، أعتقد ربما يكون حاليا في الإمارات، وأيضا حسب ما قيل أنه انشق. كان مظلوم عبدي يريد وضع هذا الشخص مكان جوان إبراهيم فيكتب تقارير كيدية أو معلومات كيدية في حق جوان إبراهيم إلى الحزب. جوان إبراهيم أولى الصدمات التي تعرض لها عندما اكتشف إن حزب العمال الكردستاني وراء جريمة اغتيال عيسى حسو. هذه التفاصيل عرفها جوان إبراهيم، وكانت أولى الصدمات بالنسبة له. كيف يعني بأي حق بأي وجه بتروحوا يعني تغتالوا والد شهيد وابنه في الآسايش في الأمن، وهو شخص وطني ومدني ومعتدل ولا يشكل خطرا، لماذا تقومون باغتياله؟ جرى أخذ ورد بين جوان إبراهيم والقيادة وقتها، يعني كانت تلك أولى الصدمات. طبعا في أثناء السجال في هذا الخصوص شخص آخر دخل على الخط وهو باهوس أردال. باهوس أردال اللي في 2005 و2006 و7 كان الرئيس المباشر لجوان إبراهيم في منطقة زاب في مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني. يعني وصلت حدة الخلاف ما بين جوان إبراهيم وباهوس أردال إلى درجة أنه باهوس أردال كان يكتب للحزب، وهذا كلام موثق وخليه يطلع باهوس أو القريبين من المشهد بيعرفوا هذا الشيء، يعني يكتب للحزب أنه يا جوان إبراهيم في روجافا، الحزب حزب العمال الكردستاني ينبغي أن يحدد من منا ينبغي أن يبقى في هذا المكان، يا باهوس أردال طبعا باهوس أردال كان مستلم ملف خطير، يعني ملف الجواني شورشجر اللي بيخطفوا الأطفال ويجندوا المسؤولين عن التجنيد، المسؤولين عن العمليات القذرة، الاختطاف، التهديد، كل الجيتم تبع البككة، يعني سلوكيات الدولة عميقة في تركيا كان يمارسها حزب العمال الكردستاني تحت رعاية وتنسيق باهوس أردال. هذا السلوك الإجرامي كان يصطدم معه بشكل أو بآخر تصادم سلطات مع جوان إبراهيم، وجوان إبراهيم لم يكن راضيا عن ذلك.
قصة أخرى وهي في منتهى الخطورة يعني، وأكشف عنها أول مرة، أنه جوان إبراهيم لم يكن راضيا عن مزارع الحشيش اللي كانت تزرع في روجافا ويذهب يعني ريعها لصالح الحزب. الحزب نعم كان يغطي على الكثيرين من الذين يزرعوا الحشيش في تلك المناطق، وجوان إبراهيم كان يكثف يعني المداهمات على تلك المناطق، الرقع أو المناطق الأماكن والأراضي الزراعية المزروعة بالحشيش ويحرقها. هذا أيضا كان يشكل إزعاجا وخروجا ومروقا عن الخط العام والسياسة العامة لحزب العمال الكردستاني. أتى موضوع مشروع فصل قسد ومظلوم عبدي عن حزب العمال الكردستاني، لتأتي هذه التهمة أيضا ويزداد يعني حجم ملف جوان إبراهيم يزداد سمكا لدى حزب العمال الكردستاني. جرى استدعاه إلى جبال قنديل، أخضع لدورات تدريبية، أخضع لتحقيق، وفي بطريقة من الطرق يعني تمت تصفيته. جوان إبراهيم القائد العام للأسايش في يوم من الأيام كان يتواصل مع نواف خليل، ويتواصل مثل ما كان بيتواصل معي، أضعاف ذلك كان يتواصل مع نواف خليل وبقية الطاقم الإعلامي لحزب العمال الكردستاني هنا على الأراضي الأوروبية، وهم جميعهم يعلمون بأن جوان إبراهيم حاليا غير موجود، وأن الحزب يتحمل مسؤولية تصفيته. والأسباب التي دفعت حزب العمال الكردستاني لتصفية هذا الشاب الذي ترك عائلته وترك والدته وأسرته ويعني اقترف الكثير ويعني مارس الكثير خدمة هذا الحزب واستجاب. كان بإمكانه مثل شاهين مثل مظلوم عبده يرفض الاستجابة ويعصي أوامر الحزب ولا يذهب إلى جبال قنديل للتحقيق، لأنه سيعرف يعني سيواجه مصيرا معروفا محتوما هو التصفية، لكنه استجاب وذهب وواجه مصيره المأساوي الذي أذكره الآن. السيدة الفاضلة والدته ما زالت على أمل أن يطرق الباب جوان إبراهيم وتفتح له الباب وتعانقه لعودته مرة أخرى، مثلما خرج من البيت في سنة 2000 أو 2001 ولم يعد إلا قائدا للأسايش. الآن ذهب ورحل قائدا للأسايش، لكنه حتى يعني لم يعد عليه إليها لا بصيغة شهيد لا بأي شيء، ومصيره حزب العمال الكردستاني يتكتم عليه. لا يفصحون لوالدته يعني مصير وحيدها، ابنها الوحيد اللي يعني خرجت بالدنيا بهذا الابن. حزب العمال الكردستاني تصرف هذا السلوك مع جوان إبراهيم، تصرف نفس السلوك مع عيسى حسو. هذا الحزب يعني أنا سأنشر الرسالة التي دارت بيني وبينه قبل 10 سنوات في 2012، نص الرسالة يعني وموقفي يعني من الحزب وقت ذاك، لكي يكون الرأي العام الكردي مطلع على حقيقة الوجه الحقيقي لهذا الحزب ومدى بشاعة سلوكياته المغلفة ببريق الشعارات والأغاني والكردستان والتفاصيل والأعلام وكل هالتفاصيل، كل هالخرافات، كل هالأوهام. عندما أنتقد هذه السلوكيات، هذه الممارسات، هذه الجرائم، هذه الفظائع، يعني يصار إلى تهمة تعودت عليها، يعني خائن وعميل للنظام وعميل للإتراك ويقبض لا أحد يستطيع. طيب الذي يتهمني بهكذا فليكشف عن مصير جوان إبراهيم. دوزدار حامو جرى تصفيته وتم التكتم على الموضوع. نور الدين صوفي جرت تصفيته وجرى يعني الحديث عن أنه مسيرة تركية استهدفته. حتى الآن نور الدين صوفي حزب العمال الكردستاني لا يكشف عن مصيره. حتى بوزان تاكين أيضا وصلتني معلومات مؤكدة أنه يعني هو غير موجود، لكن حزب العمال الكردستاني لم يكشف عن مصيره. فؤاد
آه، علي حيدر قيطان أيضا جرت تصفيته، أبلغوا عائلته بأنه مسيرة تركية استهدفته، لكن لم يصار يعني إلى الإعلان عنه. كل هذه لماذا الحزب يخشى عن، لماذا إذن هنالك ما يخشى الحزب يعني منه، يعني سلوكيات اقترفها هذا الحزب، يخاف الحزب أنه هذه الممارسات، هذه الجرائم، هذه الكوارث، هذه الفظائع أن تفتضح وتظهر للعلن، ويعني تسقط ورقة التوت الأخيرة عن هذه المؤسسة اللي المصنع، يعني اللي استقطبت شبابا أبرياء، يعني شبابا أغرار لا خبرة لهم في السياسة، لا باع لهم، سرعان ما ينخدعون بالقصائد والأغاني والشعارات وينخرطون في هذه المؤسسة، ويصار إلى غسل أدمغتهم. يعني غدا ربما يكلف حزب العمال الكردستاني شخصا ويقول اذهب وأطلق النار على هذا الشخص، على هوشام جوسي، لأنه خائن ويستهدف الشهداء ويستهدف القائد السروق المعظم وباع القضية ويقبض الدولارات ويحشي رأسه بالأكاذيب والافتراءات، كما فعل الحزب في جريمة اغتيال سمير، في جريمة اغتيال أنور عطا. يعني نفس سلوك التنظيمات التكفيرية الإرهابية. عندما يعني سئل قاتل فرج فودة لماذا قتلت هذا الشخص؟ قال لأنه كافر. طيب أنت قرأت له؟ لا، لم أقرأ له. لماذا لم تقرأ له؟ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب بأي حق أنت نفذت جريمة قتل وأزهقت روحا بريئة؟ يعني من قتل إنسانا دون حق أو دون وجه حق كأنه قتل الناس جميعا، يعني لماذا فعلت ذلك؟ هكذا قيل له. نفس القصة موجودة في حزب العمال الكردستاني الآن. يعني الذي صوب الرصاص لدوزدار حمو أو لجوان إبراهيم، ويعني ماذا سيقول؟ يعني كيف سيواجه نفسه؟ سيقنع نفسه أنه ارتكب شيئا إيجابيا، شيئا جميلا، شيئا يخدم القضية، شيئا له علاقة بالشهداء، من هالأكاذيب والخزعبلات. والآن أيضا يعني ما عاد في قضية كتائب إعدام أو كذا، لا، يعني إرسال إحداثيات هذا الشخص للدولة التركية، مثلا نور الدين صوفي أو حتى جوان إبراهيم مثلا. يعني جوان إبراهيم يتواجد مع مجموعة في هذه المنطقة، إرسال الإحداثيات للسلطات التركية، والسلطات التركية لن يكلفها الموضوع شيء إلا إرسال مسيرة وصاروخ وقصف وانتهى الموضوع. يعني الأمور وصل إلى هذا المنحى مع الأسف الشديد. يعني أكتفي بهذا القدر، ويعني بألم وأسف أتحدث عن هذه القضايا، وهنالك قضايا ومسائل يعني أبشع وأفظع من قصة جوان إبراهيم الذي انتسب لهذا الحزب وانتصر لقضية ما، لكنه حين اكتشف حجم الأوهام والخرافات دفع حياته ثمنا لذلك. ألقاكم على خير، وآسف على الإطالة. هذه رسالة والدة الشهيد الراحل نورسيجان إبراهيم، جوان إبراهيم، السيدة الفاضلة أنيسة طوبال. نشرت الرسالة على موقع عامدة دوت كوم بتاريخ 2003. طبعا وقت ذاك نورسيجان كان في الجبال.
مرة ثانية ولن يعود مرة أخرى مع الأسف الشديد في 2018 حين تم استدعائه إلى جبال قنديل والتحقيق معه، ثم فقد حياته هناك برصاص الحزب الذي دافع عنه نوسيجان وترك لأجله والدته وأسرته. رابط الرسالة أو النداء ستجدونه أسفل هذا الفيديو.